تفتكروا ممكن الإيمان يكون أقوى من الخوف؟ قصة النهاردة عن بنت صغيرة اسمها ماركيانا، واجهت الموت بثبات وشجاعة عشان إيمانها بربنا. تعالوا نعرف إيه اللي حصل وإزاي ربنا استخدمها لتغيير قلوب الناس. زمان في بلد صغيرة اسمها راسكر في موريتانيا اللي هي الجزائر دلوقتي، كان في بنت اسمها ماركيانا. ماركيانا كانت بنت مختلفة عن الباقي، قلبها كان مليان بحب ربنا وما كانتش شايفة في الدنيا دي حاجة تهمها قد ما كانت تهمها النعمة الإلهية. كانت شايفة كل الناس اللي حواليها بيعبدوا آلهة كده غريبة، وكانت دايما بتقول لنفسها هو أنا إزاي أعبد حاجة من صنع إيديا؟ ربنا هو الإله الحقيقي اللي خلق كل حاجة. وفي يوم من الأيام سمع الجنود الرومان إن ماركيانا رفضت إن هي تعبد الآلهة الوثنية. راحوا خدوها قدام الوالي اللي حاول بكل الطرق إن هو يقنعها إنها ترجع عن قرارها وتسيب مسيحها، وعدها بكل حاجة، فلوس وجاه وحتى السماح عنها. لكن هي كانت ثابتة وقالت أنا إيماني مش للبيع وقلبي ملك لربنا وبس. غضب الوالي جدا وراح أمر الجنود إن هم يضربوها ضرب شديد جدا، وبعدين راح قرر إن هو يهينها أكتر ويديها للجنود عشان يعملوا معاها الخطية. لكن حصلت معجزة وربنا حافظ عليها بطريقة ما كانش حد يتوقعها. الجنود ما قدروش يمسكوها، وكان في واحد منهم اتأثر بالقوة دي وآمن بالمسيح بفضلها. لكن ده ما كانش آخرة الحكاية. الوالي قرر ان هو يعاقبها قدام الناس كلها في مسرح كبير في مدينة قيصرية. راح جابوا طور متوحش جدا وخلوه يهجم عليها، والناس كلها كانت متجمعة وفضلوا يبصوا عليها وهم متوقعين ان هي هتموت في لحظة. لكن ماركيانا كانت واقفة بثبات بتصلي، وكان جواها سلام داخلي غريب جدا كان ظاهر عليها. الطور هجم عليها وقطعها، لكن في اللحظة دي رفعت عينيها للسما وقالت يا رب خدني ليك، وتنيحت قدستنا بسلام. وكان موتها مش خوف، كان موت جواه سلام داخلي وفي إيمان محدش يقدر يهزه. واستشهدت قدستنا ماركيانا وخلت كل اللي شافوها يتعلموا ازاي يكون الإيمان أقوى من أي حاجة في الدنيا. وبنحتفل بعيدها يوم 9 يناير، واسمها لسه موجود لحد دلوقتي، مثال للطهارة والإيمان والشجاعة اللي ما بتخافش أبدا. بركة صلوات وشفاعة القديسة ماركيانا تكون مع جميعنا أمين. لو أول ما تسمع سيرة القديسة ماركيانا ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويتشفعوا بيها. وتابع قناتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.